السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى هنعمل مع بعض العيش اللي انتوا شايفينه ده. بجد هيطلع بنتيجة هايلة جدا. وبص العيش طري ازاي وما بيتقطمش ولا اي حاجة. وهنخلي كل الناس ان شاء الله تعمله بتركات بسيطة قوي، هنطلع العيش ناجح. هنعمله في الطاسة وهنعمله في الفرن، والطريقتين ناجحين جدا ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى بالدعم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. تعالوا بقى نبتدي نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هجيب معلقتين خميرة كده صغيرة، ومعلقتين سكر، ومعلقتين دقيق، ومعلقتين زبادي، وشوية مية كده للعجن. ماء دافئ يعني مية من الحنفية، يعني مية فترة عادية. وهقلب كل ده مع بعض. اتأكد كده ان كله دخل في بعض، تمركز كويس قوي. واغطيهم كده بالاسترتش واسيبهم 10 دقايق. مع بال ما تخمر معايا ابدأ ايه، اجهز الحاجة بتاعتي. ابدأ انزل هنا ب5 كوب دقيق كده، نفس الكوباية طبعا اللي عاير بيها كل حاجة. والدقيق ده اكون نخله قبليها عشان برضو يطلع اي رطوبة منه، اللي هو الدقيق اللي هو المتعدل الاستعمالات اللي هو بيتباع في اي حتة. ومعاه معلقة ملح، واقلب كل ده الملح برضو بيساعد هنا في الدقيق، لما بتحط بيطلع الرطوبة برضو من الدقيق. وكده العجينة زي ما انتوا شفتوها كده اللي احنا عملناها لوحدها خمرانة وزي الفل. هبدأ انزل بيها بقى على الدقيق اللي احنا عملناه، واقلب كل ده. اقلب كل ده مع بعضه كده، وابدأ انزل بقى بالمية واحدة واحدة عشان اتحكم بالعجينة. ابدأ بقى اعجن بايديا افضل، عشان ايه، الم كل العجينة تحت ايدي. والمية دايما انزل بيها واحدة واحدة، لان كل نوع دقيق يا جماعة بيفرق. يعني كل نوع بيفرق في المية بتاعته. في دي بياخد مية كتير، في دي اقل. فبلاش يعني نحكم نفسنا بالمية او بالريسبي بتاعها. يعني انا مثلا خدت انا كوباية ونص مية على ال5 دول، على ال5 كوبايات دي. وبلمها بقى بسنة زيت كده، معلقتين زيت كده ولا حاجة. بلم بقى العجينة في الاخر. طبعا انا هنا مش هتحكم قوي في الطبق، فخدتها على الرخامة. وببدأ ايه، الت بقى في العجينة جامد، افردها والمها زي ما انتم شايفين كده بكل سهولة. ما نستصعبش. انا يعني الموضوع العيش والعجينه يا جماعه سهل جدا والله. بفرد العجينه كده والمها تاني. طبعا لو لقيت مثلا فيها ميه زياده او حاجه بديها رشه دقيق والمها تاني عادي. يعني ما نستصعبش الموضوع. اهم حاجه ما بتلزقش في الايد اهي وزي الفل. هنسيبها بقى في الطبق بتاعنا، وندهنها سنه زيت كده من على الوش، واغطيها واسيبها ساعه. ساعه كده بره، يكون مثلا في مكان دافي شويه لحد ما ترفع معايا. خمرت معايا اهي. وابدا اقطع بقى ايه، واعملها كور. زي ما انتم شايفين مثلا اعملها بالمقاس ده والفها كده على ايديا، بحيث اعمل القفله لتحت. قفله العجينه بقرص عليها كده بكلوة ايديا جامد، وبلفها. وهنا برضه هنعملها على الرخام اهي. وابدا ارص العجينه بتاعتي كده. انا خلصت الكميه، ابدا ارصها. وطبعا احنا معفرين الصاج نفسه بسن الدقيق كده، عشان ما ايه ما تلزقش او ما تعرقش معايا في الصاج. وبغطيها واسيبها برضه تريح شويه، بتاع نص ساعه كده حسب درجه الحراره اللي عندي في المكان ايه. يعني لو احنا في شتاء طبعا هتفرق عن صيف. وبفرد كده العجينه بعد ما تريح. بص بتفرد معايا بكل سهوله ازاي. سهله جدا ادام العجينه ارتاحت. يعني هتبقى سهل في فردها. نفض دي زياده كده. واجيب طاسه بقى احطها على النار، طاسه تيفال. شايفين السمكه اللي بتاعه العيش، يعني 2 مللي ولا حاجه. في طاسه كده متوسطه على النار، نار متوسطه. وابدا انزل في الطاسه بقى بالرغيف. ببدا ادوس على الحرف كده بحيث البخار ادخله في الرغيف نفسه، يرفع لي العيش من جوه، بحيث العيش ما يبقاش مكتوم. بص بقرص كده البخار. بص شايفين كده العيش بتاعي ناجح 100%. البخار كده دخل جوه سوالي الرغيف كله، والعيش بتاعي اتنفخ وزي الفل. بجد وطعمه حلو، يعني طعمه حلو جدا، يعني يتاكل كده حاف من غير اي حاجه. ده بقى نعمله بطريقه تانية. هدهن كده سنه لبن عليها معلقه سكر صغيره، وبسيبه يريح برضه، يبقى مريح شويه برضه خمران. بعد ما بنفرده يا جماعه بنسيبه يريح برضه شويه. وبحط له سمسم وحبه البركه كده. واطلع الصاج في الفرن كده، يكون الصاج ده انا مطلعه سخن، بحيث اول ما العيش تحط عليه برضه يحصل النتيجه اللي انتوا شايفينها دي، يترفع معاه بسرعه. يبقى الصاج سخن، وبحط عليه العيش برضو.
وبدخله الفرن، يكون الفرن شغال قبلها درجة حرارة عالية اعلى حاجة. وهنا دي خلطة زعتر جبتها من العطار. هنعمل برضو حاجة تانية بالعجينة وعليها شوية زيت زيتون. الخلطة دي اصلا يا جماعة بجد تحفة لوحدها، يعني تاكل بالرغيف ده تحفة. اسمها خلطة زعتر، جميلة جدا. دي بقى هنعمل منقوشة زعتر. بجيب العجينة برضو نفس العجينة اللي احنا عملناها بالظبط، بس بخلي يعني الافضل ان احنا نخلي السمكة بتاعتها اعلى شوية، يعني لو بسمكة البيتزا او حاجة. بس انا طبعا ما عملتهاش كده، بس انا بقول لكم الافضل ان احنا نخليها يعني ايه اتخن من كده شوية. وبخرمها كده وبديها الشكل اللي انتوا شفتوه اللي احنا عملناه مع بعض ده. وادهن بقى الخلطة ايه الزعتر دي بالزيت الزيتون. اتاكد ان كلها كده اتدهنت. ما تنسوش بقى اللي لسه ما عملش لايك يا جماعة والاشتراك في القناة، يا ريت دعمكم كده بالاشتراك وتفعيل الجرس. وابدا ادخلها على الفرن على درجة حرارة 250. شايفين النتيجة؟ بجد تحفة. والعيش طالع جميل جدا، والمناقيش ريحتها حلوة قوي. لازم تجربوا الوصفة دي يا جماعة. ولو في اي تركية مثلا مش عارفينها اكتبولي في التعليقات هرد عليكم. شايفين العيش من جوه عامل ازاي؟ بجد عظمة. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك. نبدأ بقى نقطع كده عشان ندوق المناقيش. طعمها حلو قوي. سلام.